نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخوة الإيمان، تمر بلادنا والأمة الإسلامية اليوم على مستوى الأفراد والجماعات بفتن عظيمة تنوعت أسبابها واختلفت موضوعاتها وتعددت مصادرها. فتن عظيمة لا يكاد يمر يوم على الأمة حتى تصبح على فتنة وتمسي على فتنة. فتن تتوالى تترى كقطع الليل المظلم، تحمل في طياتها تحسين القبيح وتقبيح الحسن، وتروج للباطل وتدعو له، وتحاول محو الحق وإبعاد أهله عنه. دلدلها الهدم والتحريش والتخريب والتشويش. فتن قولية وأخرى فعلية تنشر بأساليب متطورة وأسباب وأوقات سريعة في تأثيرها وضررها. فتن تتوالى على الأمة، فتن تعاظم اليوم خطرها وتطاير شررها وازداد ضررها. فما المخرج منها وما سبيل النجاة من شرها؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل ذلك، تعالوا بنا لكي نتعرف عن معنى الفتنة في اللغة والاصطلاح. يقول الأزهري: وجماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب، أي أذبتهما ليتميز الرديء من الجيد. وأما معناها الاصطلاحي فهي أقوال
الشريعة، أقوال وأفعال تخرج عن الشريعة لانعدام الأمن واختلال الجماعة وحدوث الفرقة، وهذا المقصود من التحذير من الفتن، وهو التحذير من هذه الأقوال والأفعال التي تخرج عن إطار الشريعة وتخل بالجماعة وتحدث الفرقة وينقسم الناس ويظهر الباطل بسببها. لذلك يجب على المؤمن أن يحذر من هذه الفتن وأن يستعيذ بالله من شرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فليس أحد أكبر من الفتنة. لا تظن أنك أكبر من الفتنة، فالفتنة خطرها عظيم. لا تظن أنك بدرجة إيمانك تستطيع أن تسلم من الفتن وأهلها، بل اعلم أنك إذا لم تستعيذ من شر هذه الفتن ودخلت في غمارها سيصيبك ما أصاب أولئك المفتونون. فسيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بل أمره الله سبحانه وتعالى ومولاه أن يحذر من فتنة الكفار. قال سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر أيها النبي أن يفتنك أولئك الكفار عن بعض ما أنزل الله إليك فيميل بك من الحق إلى الباطل بدعاوى ظاهرها الحق وباطنها الباطل دعاوى التقريب بين الأديان، دعاوى وحدة الكلمة، دعاوى حقوق الإنسان، دعاوى باطلة تحمل في طياتها وفي باطنها الشر والطعن في السنة والشريعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وأمرنا به، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الفتن وحذرنا منها صلى الله عليه وسلم. فقال فيما رواه البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. لا تقوم الساعة حتى تظهر هذه الفتن. قال كذلك فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن أمتي جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وسيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة
وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا من كثرة توالي الفتن، حتى يرقق الفتن بعضها بعضا. عندما تأتي فتنة تظن أنها أعظم فتنة، فتأتي أخرى فتنسى التي جاءت قبلها، وهكذا. قال وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المسلم هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه، أي فليحب للناس ما يحبه لنفسه. الفتنة عباد الله خطرها عظيم، من اقترب منها أخذته، ومن حام حولها أوقعته. فلا تتعرض أخي في الله إلى الفتن، لا تتعرض إلى الفتن، واستعذ بالله منها، ولا تحم حولها. واسمع لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، من تعرض لها تهلكه، من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليعذ به، ولا يتعرض في دينه لهذه الفتن. فالفتن تصيب الصالح والطالح، إذا حلت يحل خطرها بالجميع، تفسد العباد وتهلك البلاد. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال القرطبي رحمه الله أي اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح. فما السبيل وما النجاة من الخروج من هذه الفتن؟ الأصل الأول في الابتعاد عن مواقع الفتن، هذا أصل من أصول النجاة والوقاية من الفتن، أن تبتعد عن مواقع الفتن وأسبابها ومسبباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. هذا هو السعيد، هذا هو السعيد الذي يجتنب الفتن ويهرب منها ومن أسبابها. فمصلحة المسلم أن يحفظ دينه وماله وعرضه ولسانه من دماء المسلمين، يحفظ يده ولسانه من دماء المسلمين وأعراضهم في زمن الفتن. فقد أمر صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن أن يعمد الرجل إلى سيفه
فيكسر حده، أو فيضربه على جبل أحد فيكسر حده ويعتزل الفتن. بل أخبر صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال، رؤوس الجبال وبطون الأودية، يفر بدينه من الفتن. الأصل الثاني في الوقاية من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة. لا ملجأ لنا ولا ملاذ ولا معاذ إلا إذا احتمينا واعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بكتاب الله. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بين أيديهم كتاب وسنة، فما بال قومك في حالك الظلمات. خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ذكر ابن عباس وقال: أيها الناس، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وروى أبو داود والترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى فتنا كثيرة. ما المخرج يا رسول الله؟ ما النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. يقول شيخ الإسلام: والإنسان في نظره مع نفسه وفي مناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. فإن الشريعة مثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. الشريعة عباد الله مثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا بإذن الله، ومن تخلف عنها غرق والعياذ بالله. ومن تمام الاعتصام أن يتحلى المؤمن بتقوى الله سبحانه وتعالى، فتقوى الله هي المخرج والمنجا عند حلول الأزمات والفتن. تقوى الله نجاة لك عند الأزمات. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك الإكثار من عبادة الله، الإكثار من الطاعات، الإكثار من الأعمال الصالحات سبيل يتحصن به المؤمن، يتحصن به من الفتن التي تلاطمت كأمواج البحر الهائج في زمن كثرت فيه
من الأعمال الصالحة. اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدلنا في زمن الفتن بالإكثار من العمل الصالح، كما روى ذلك مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادر بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. البعض إذا أصابته الفتن تجده يتلون بكل لون، مرة مع المؤمنين ومرة مع المنافقين يتلون. المؤمن الصادق الصالح لا يكون مذبذبا. المذبذبين هم المنافقين، هم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المؤمن حال الفتن يعتصم بالله، يعتصم بحبل الله، يكثر من الطاعات. سيأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا وقد رأيناه ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه وإخوانه بعرض من الدنيا قليل. بل اعلموا عباد الله أن الإكثار العبادة في زمن الفتن أجرها عظيم، أجرها كأجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك هاجرت إلى رسول الله، أجر الهجرة. ودليله ما رواه مسلم من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وفي رواية: العبادة في الفتنة كهجرة إليه. فأكثروا من الأعمال الصالحات، أكثر من الصلاة، أكثر من قيام الليل، أكثر من الصيام، أكثر من الصدقات، أكثر من البر والصلة، أكثر من الدعاء، أكثر من الرجاء. أكثر يا أخي في الله من العمل الصالح في زمن الفتن. الأصل الثالث للوقاية من الفتن لزوم الجماعة وإمام المسلمين. وقد بوب الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة بابا سماه باب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وتحريم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عن النعمان بن بشير، أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل إلى الله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم من ورائهم، تحيط بهم من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. هذا حديث جامع لأصول الدين وقواعده، يحفظ للمسلمين دينهم ودنياهم. فمصلحة الأمة في وحدة الكلمة ولم الصف والشمل، ليس في الفرقة والتنازع والتشاجر والتخالف والتدابر. الأصل الرابع من الأصول التي
من أن تقع في الفتن، لأن العلم نور يضيء لك الحق من الباطل. يقول حذيفة كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. لا تضرك الفتنة إذا عرفت دينك، إذا عرفت الحق، لكن الفتنة إذا اشتبه عليك الأمر، إذا اشتبه عليك الحق والباطل، فحينها عليك أن تلتف حول العلماء. يقول الحسن البصري في بيان فضل العلم والعلماء، يقول: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولتكن لنا أسوة في حذيفة بن اليمان الذي كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن الشر مخافة أن يدركه. والحديث في الصحيحين أنه رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الذئاب، كما في رواية في جثامين الإنس. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أفعل حينها؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة وإمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الأحزاب كلها، ولأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وأنت على ذلك. هذا هو المخرج من الفتن، الالتفاف حول العلماء الربانيين الذين يعرفون الفتن والمحن قبل مجيئها. بل اسمعوا وأختموا في هذا الأصل بهذا الحديث الذي يبرز كذلك قدر ومكانة العلماء. والحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اللهم لا تدركني فتنة ولا تدركوا فتنة لا يتبع فيها العليم، أي لا يتبع فيها العلماء، ولا يستحى فيها من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. يا له من وصف عجيب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف حالنا وواقعنا. قلوبهم هؤلاء الذين تصدروا في السياسة وفي المعارضة، يصدون عن دين الله، يخالفون شرع
شربوا من منابعهم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. هذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تدركني، اللهم لا تدركني فتنة لا يتبع فيها العليم، لا يتبع فيها العلماء، ولا يستحى فيها من الحليم. وها هي الأمة فعلا لا تتبع العلماء، بل تتبع هؤلاء السفهاء الرويبضات. الأمة الآن تكرم السفهاء وتهين العلماء. عباد الله، إننا في زمن أصبح السفهاء شهداء والعلماء عملاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماء. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عباد الله، الأصل الخامس من الأصول التي تقيك عبد الله من الفتن أن تحذر من الوقوع في اليأس، أن تحذر من اليأس والقنوط. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. الله وعد المؤمنين بالنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض. فاحذر أن تيأس عندما ترى هذه الفتن وهذه المحن. احذر أن تيأس. في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانك. يأخذه يأس وقنوط، فيتمنى أن يكون مكان ذلك الميت. لا، أرشدنا صلى الله عليه وسلم حينما نصاب بضر أن نسأل الله سبحانه وتعالى بقولها: اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. فالإنسان لا ييأس من روح الله ولا يقنط، ويستبشر بموعودات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اصبر يا أخي، اصبر ولا تيأس، واعلم أن من أعظم الأصول في الوقاية كذلك من الفتن التحلي بالصبر. التحلي بالصبر، فالصبر مانع من الوقوع في الفتن. الصبر مانع لك أن تقع في الفتن أو أن تتصرف بتصرف لا يحمد عقباه. قال الله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصبر
بالصبر، والصلاة إن الله مع الصابرين. استعن بالصبر، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا وحث عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر على هذا البلاء وعلى هذه الفتن. الأصل الأخير من أصول الوقاية من الفتن الاستعاذة بالله من شرها والدعاء وطلب الدعاء من الله، وهو أصل عظيم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات في الصلاة وخارجها، كما صح عنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان يستعيذ بالله كثيرا من ذلك في الصلاة وخارجها، وقد علم الصحابة أن يستعيذوا بالله من هذه الأربع بعد التشهد في الصلاة. بل كان يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد علم أصحابه كما عند الإمام مسلم أن يقولوا أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد كان يقول لهم: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالدعاء عباد الله هو سلاح المؤمن، هو سلاح المؤمن في خضم هذه الفتن المتلاطمة كأمواج البحر العالية العاتية. استعن بالله وتحصن بالدعاء. في غزوة بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وعددهم وعدتهم، ثم نظر إلى المسلمين وكانوا يبلغون 300 ونيف، عددهم قليل وزادهم وعدتهم قليلة. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ورفع يديه إلى الله وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة ويريد أصحابه فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. وجعل يدعو ويرفع يديه حتى سقط رداؤه على كتفيه من على كتفيه. ونزل قول الله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. جاء النصر وجاء المدد من الملائكة التي نزلت تقاتل مع المؤمنين. نزل النصر بإذن الله رب العالمين بعد الاستغاثة والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الفتن وفي هذه المحن. أقول: لن تصلح هذه الأمة ولن تعود
كان بسبب ذنوبهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو بسبب ذنوبكم ومخالفتكم لأمر الله ولسنن الله الكونية ولسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لن تعود هذه الأمة إلى عزها إلا إذا عادت مرة أخرى بحكامها ومحكوميها إلى تحكيم شرع الله، إلى تحكيم شرع الله في أرض الله سبحانه وتعالى. فتحكيم الشريعة مطلب ضروري حتى تخرج الأمة من هذه الفتن ومن هذه المحن والمصائب التي حلت بها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا نجاة لكم من الفتن إلا بالرجوع إلى تلك السنن، إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم قد قرب لكم الإنذار وبالغ إليكم في الإعذار وترككم على المحجة البيضاء ليلها كالنهار، فاستمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ وتوجهوا إلى الله بالتضرع والدعاء حتى يخرجنا من هذه الفتن وهذا البلاء، حتى يخرجنا من شماتة الأعداء ومن الضلالة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وإسلامنا بشر فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم يا رب العالمين فاجعل تدبيره في تدبيره، فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، ونعوذ بك من شروره. اللهم يا رب العالمين مكن للمسلمين الموحدين. اللهم أعزنا يا رب العالمين بالإسلام. اللهم ارفع رايات المسلمين، اللهم ارفع رايات المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. اللهم لا تقم لهؤلاء السفهاء راية، اللهم لا تقم لهؤلاء العلمانيين والشيوعيين راية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وطهر قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم انصر اخواننا المجاهدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في بلاد الشام وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم عجل بهلاك الطغاة، اللهم عجل بهلاك الطغاة والمتجبرين المتكبرين يا رب العالمين. اللهم عجل بهلاكهم. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم
العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.